السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبطال في كل مكان من اسكندرية لأسوان، معكم مستر محمد سامي. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين، قولوا أمين. أهلا بكم أبطال تانية إعدادي حبايب قلبي. إحنا جايين النهاردة نحل مع بعض أسئلة كتاب الأضواء، الدرس الأول بكل تفاصيله بكل حكاياته. يلا بقى جهز كوباية شاي بتاعتك أو النسكافيه بتاعك ويلا بينا نبدأ المهمة. جاهزين يا أبطال؟ رايحين يا أبطال على حل أسئلة الجزء الأول من كتاب الأضواء. يلا بينا. السؤال الأول: أكمل العبارات الآتية بكلمات مناسبة. تحتل قارة أوروبا المرتبة الكام يا مستر؟ المرتبة السادسة. أيوة، بين قارات العالم، يبقى هكتب كده السادسة. أيوة. 2: يحد قارة آسيا من الجنوب من تحت المحيط الإيه؟ المحيط الهندي يا مستر. برافو يا أبطال، الهندي. 3: يفصل آسيا عن أوروبا جبال إيه يا أبطال من يمة الغرب؟ جبال أورال يا مستر. سهلة، جبال أورال. برافو. 4: تقترب آسيا من قارة أستراليا عند بحر إيه يا أبطال؟ عند بحر تيمور يا مستر. أيوة، بحر تيمو حبيبي. تمام. 5: تقترب آسيا من عند مضيق بيرنج من قارة إيه يا أبطال؟ من قارة أمريكا الشمالية يا مستر. برافو، أمريكا الشمالية. 6: تقع قارة أوروبا بالكامل في النصف الكرة الإيه يا أبطال؟ الشمالية يا مستر. فعلا هي في الشمالية. ده السؤال الأول. خش على السؤال الثاني، يلا بينا. السؤال الثاني يا أبطال بيقول لك اكتب كلمة صواب أو خطأ، يعني صح وغلط، يعني ما قالش مع التصويب، احنا هنصوب يا أبطال. تقع قارة آسيا إلى الشرق من المحيط الهادي. آسيا بتقع من الشرق المحيط الهادي. غلط يا مستر. أمال إيه؟ يبقى تقع آسيا إلى الغرب، نشيل الشرق ونكتب الغرب. فهمنا يا مستر. بص يا أبطال، آسيا بالنسبة لها المحيط الهادي يمة الشرق، أما المحيط الهادي بالنسبة له آسيا يمة الغرب. هو بيقول لك تقع آسيا بالنسبة للمحيط الهادي يمة الشرق، لا الغرب. هو عكسها، هي صعبة شوية بس أنت إيه لازم تفهمها معايا. 2: يحد قارة آسيا من جهة الغرب حدود مائية وبرية. أيوة يا مستر، صح. 3: قامت في قارة آسيا العديد من الحضارات القديمة مثل حضارة فينيقيا. أيوة يا مستر، برافو. 4: تقع قارة أوروبا إلى الغرب من المحيط الهادي. المحيط الهادي هو إيه غربه؟ لا يا مستر، إلى الشرق زي بتاعت آسيا كده. يبقى تقع أوروبا إلى الشرق من المحيط الهادي، يعني قارة أوروبا، يعني المحيط الهادي شرق قارة أوروبا. هي عاوزة تركيز قوي يا أبطال، الحتة دي بالذات بتوقع رقم 1 ورقم 4، خلي بالكم. 5: قامت في قارة أوروبا العديد من الحضارات زي الحضارة الرومانية يا مستر. أيوة صح طبعا. 6: تطل قارة آسيا على مضايق استراتيجية مثل مضيق جبل طارق. طبعا غلط يا مستر. أما زي إيه مثلا؟ زي مضيق باب المندب، مضيق هرمز. اتفقنا يا أبطال؟ ده السؤال التاني بتاع صح وغلط. تعال نخش على السؤال التالت، نرفع شوية كده. أيوة ماشي. يلا يا أبطال اختر الإجابة الصحيحة. أكبر قارات العالم من حيث المساحة. بذمتك أنت مش عارفها؟ عارفها طبعا. قارة إيه؟ آسيا يا مستر. برافو. يحد آسيا من جهة الشرق، أهو كده وضحها لنا. قال لك آسيا بيحدها من جهة الشرق المحيط الإيه؟ الهادي يا مستر. أيوه كده. 3: تقترب قارة آسيا من قارة أفريقيا عند مضيق باب المندب يا مستر. أيوه كده يا أبطال. تتحكم قارة آسيا في إيه؟ المضيق اللي تتحكم فيه قارة آسيا لوحدها. طبعا مضيق هرمز يا مستر. برافو. من أنهار قارة آسيا والتي تتجمد مياه اشتياء. نهر إيه يا أبطال؟ نهر أوب. فاكرينه؟ نهر إيه؟ أوب. وجنبه ينسي وجنبه لينا، الثلاثة بيتجمدوا اشتياء. 6: يحد قارة أوروبا غربا. أوروبا غربها إيه يا أبطال؟ المحيط الأطلنطي. أهدي تمام كده. 7: يشترك في البحر الأسود كل من القارتين. مين ومين يا أبطال؟ آسيا وأوروبا بيشتركوا مع بعض في البحر الأسود. 8: يعد من المضايق الاستراتيجية لقارة أوروبا. مضيق إيه يا أبطال؟ فيهم كل كده البسفور يا مستر. برافو. 9:
قامت الحضاره اليونانيه قديما. اليونانيه ابطال قامت فين؟ قامت في قاره اوروبا يا مستر. برافو عليكم يا ابطال، ايوه كده وحوش. كمل مع بعض. خش على السؤال الرابع. بيقول لك بقى في السؤال الرابع صوب ما تحته خط. تمام. يحد قارتي اسيا واوروبا شمالا، الاتنين شمالا ايه يا ابطال؟ المحيط الايه؟ المحيط القطبي الشمالي يا مستر. برافو يا ابطالي. اتنين، قارة ايه؟ افريقيا غلط. اكبر قارات مساحة من حيث الامتداد الفلكي هي مفيش غير هي اسيا. برافو اسيا. تلاتة، تقع الجزر الاندونيسية جنوب ايه؟ مش مدار الجدي يا مستر، دائرة الاستواء. ايوه كده دائرة الاستواء. نظبط الاستواء شوية اهو. أربعة، الحضارة الصينية من الحضارات القديمة اللي قامت في استراليا. غلط، امال قامت فين؟ في اسيا يا مستر. برافو. خمسة، تمتد اوروبا باكملها في النصف الكرة ايه يا ابطال؟ لسه قايلينها من شويه في السؤال اللي فوق، الشمالي يا مستر. برافو يا ابطال. خش على السؤال اللي بعده، يلا بينا. السؤال الخامس يا ابطال، اكتب ما تشير اليه كل عباره. مصطلح اطلق على قارتي اسيا واوروبا معا. مصطلح ايه؟ انت عارفه، اوراسيا. برافو. هكتب اوراسيا، نظبط الخط اهو. ايوه كده اوراسيا يا مستر. اتنين، مضيق تقترب عندها قارتي اسيا وامريكا الشماليه. مضيق ايه يا ابطال؟ انا هسكت بقى. بيرنج يا مستر. برافو. مضيق اسمه ايه؟ بيرنج. تمام. دائرة عرض رئيسية تمر بقارتي اسيا واوروبا. دائرة بتمر في الاثنين. الدائرة القطبية ايه؟ الشمالية يا مستر. هكتب كده اهو، الدائرة القطبية الشمالية يا مستر. برافو. قارة قامت بها الحضارة الهندية قديما. قارة ايه؟ طبعا اسيا يا مستر. تمام. قارة قامت بها الحضارة الأوروبية الحديثة اللي شهدت الثورة العلمية والصناعية. طبعا قارة ايه؟ اوعى تقول مش عارف، عارفها اكيد. قارة اوروبا يا مستر. برافو يا ابطال. خش على السؤال السادس، الخريطة. يلا بينا، احنا نحب الخريطة وهتحبها معايا ان شاء الله. السؤال السادس، امام خريطة لاوراسيا اكتب مدلول الارقام. هي مش واضحة شوية، احنا هنوضحها. يلا بينا. قارة رقم واحد، دي واحد، دي اسيا. اكتب كده اسيا. اسيا. تمام. رقم اتنين، قارة اوروبا. اكتب كده اوروبا. تمام يا ابطال. رقم تلاتة، فين تلاتة يا مستر؟ فوق اهي، اللي فوق ده المحيط القطبي الشمالي. برافو. أربعة، فين أربعة على الخريطة؟ نبص أهو، المحيط اللي هو يا أبطال ده المحيط الهادي الرايق. خمسة، فين خمسة يا مستر؟ أهو، عاوز البحر ده، البحر أبو قرنين ده البحر الأحمر. برافو. ستة، المحيط، عاوز ستة، المحيط دوت يا أبطال اللي عند أوروبا ده المحيط الأطلنطي. الأطلنطي يا مستر. سبعة، عاوز المحيط اللي جنوب آسيا ده المحيط ايه يا ابطال؟ المحيط الهندي يا مستر. برافو يا ابطالي. تمانية، عاوز المضيق اللي هنا دوت اللي جوه اسيا، اللي اسيا تتحكم فيها لوحدها. مضيق هرمز يا مستر. برافو يا ابطال. تسعة، عاوز المضيق اللي بيقرب اسيا من افريقيا، ده مضيق باب المندب. 10، فين 10 يا مس؟ اهو، عاوز المضيق اللي بيقرب اسيا من امريكا الشماليه، ده جزء من امريكا الشماليه، مضيق بيرنج يا مستر. تمام يا ابطال. خش على الخريطه الثانيه، يلا بينا نوضحها شويه كده. ايوه، نطلعها شويه فوق كده عشان ايه؟ تبقى واضحه لينا. امام خريطه القارات العالم القديم. تمام. اكتب مدلول الارقام. رقم واحد، عاوز رقم واحد يا ابطال، عاوز القاره بتاعتنا اللي خدناها في سنه اولى اعدادي. دي قاره ايه؟ افريقيا يا مستر، احنا عارفينها وحافظينها من سنه اولى اعدادي. اتنين، عاوز البحر. فين اتنين يا مستر؟ اهو، ده البحر اللي بيفصل او بيقرب اسيا من استراليا، بحر تيمور. ايوه، تيمور يا مستر، مش تيمور والشفيقه. ايوه. رقم تلاتة، فين تلاتة؟ عاوز الجزر ديت اللي بتقع جنوب اسيا، اسمها الجزر الاندونيسيه. الايه؟ الاندونيسيه يا مستر. تمام. أربعة، عاوز المدار ده
اللي بيمر في جنوب اسيا اسمه مدار السرطان. تمام. 5 عاوز اللي فوق اللي بتمر باسيا دائره اسمها ايه؟ الدائره القطبيه الشماليه. تمام. 6 عاوز الدائره اللي تحت ديت اللي بتمر بجزر اندونيسيا، دي دائره الاستواء. ايوه دائره ايه يا ابطال؟ الاستواء. 7 عاوز البحر ده البحر الاسود يا مستر، برافو. وعاوز ايه كمان؟ 8 عاوز الجبال اللي بتفصل اسيا عن اوروبا، جبال اورال. الحلاوه ديت، والله مبسوط منكم قوي قوي. طيب تعال نخش على السؤال الثامن، نرفع كده شويه. ايوه كده. السؤال الثامن يا ابطال، مضيق فين الخريطه قدامنا اهو. عاوز المضيق الاولاني. بصوا بقى، الاولاني ده البسفور والتاني الدردنيل. ايه الاولاني؟ اكتبوا كده الاول على لكم، البسفور والتاني الدردنيل. فهمنا بقى يا مستر. بصوا الاولاني اسمه البسفور، اوله حرف ب، بعد الالف واللام ب، هو ده الاولاني. التاني الدردنيل، بعد الالف واللام د. مين الحرف الاولاني؟ الب ولا الدال؟ الب. يبقى الب الاول والدال الثانيه، يبقى ده البسفور وده الدردنيل. علامه كده بنعلمها كده عادي يعني، كله بيعلم باي علامه. 3 بقى عاوز المضيق ده، المضيق اللي بيقرب اوروبا من افريقيا، ده مضيق جبل طارق. اكتب كده مضيق جبل طارق. 4 فين 4 اهو؟ عاوز البحر ده البحر المتوسط، برافو. 5 عاوز البحر ده بحر اسمه الشمال، بحر الشمال يا مستر. تمام. 6 ده خط ايه يا ابطال؟ ده خط جرينتش اللي بيمر في اوروبا، خط ايه؟ جرينتش يا ابطال. ده بالنسبه للخرايط كلها. تعال نخش على السؤال التاسع، يلا بينا نرفع شويه كده فوق. ايوه السؤال التاسع بيقول لك بما تفسر يطلق على قارتي اسيا واوروبا مصطلح اوراسيا. ليه مسمينها اوراسيا؟ الاجابه لان قاره اوروبا مالها؟ تبدو كانها امتداد طبيعي لقاره اسيا من جهه الغرب. يبقى تاني، لان قاره اوروبا يا ابطال تبدو كانها امتداد طبيعي لقاره اسيا من جهه الايه؟ الغرب. السؤال اللي بعده، تنوع النباتات الطبيعيه والحيوانات والمحاصيل الزراعيه في قاره اسيا. ليه يا ابطال؟ بسبب موقعها الفلكي يا مستر. حلوه الاجابه، بسبب موقعها الفلكي هو اللي ادى للتنوع دوت، برافو. رقم 3 الاهميه الحضاريه لموقع قاره اسيا. الاجابه بسبب قيام العديد من الحضارات به، وتديني امثله مثل حضارات بلاد الرافدين، ايوه بتاعت العراق ديت، وحضاره فينيقيا، برافو. وايه كمان يا ابطال؟ والحضاره الصينيه او الهنديه، عادي الهنديه الاول الصينيه الثانيه، براحتك قول براحتك. والحضاره الاسلاميه برضو، وفي حضارات بلاد اليمن. اديني اكتب كل الامثله دي يا مستر اللي تقدر عليه، مثالين 3 يكفوا. طيب الاهميه الاستراتيجيه لقاره اسيا. ليه عندها اهميه استراتيجيه؟ سهله يا ابطال، لانها 1 تطل على مسطحات مائيه مهمه. اسيا بتطل على مسطحات مائيه مهمه. 2 تشرف على ممرات ملاحيه. تشرف على ممرات ايه؟ ملاحيه يا مستر، ذات اهميه استراتيجيه كبيره. زي ايه يا مستر؟ اديني امثله. مثل مضيق باب المندب، وايه كمان؟ ومضيق هرمز. وبالمناسبه يا ابطال مضيق هرمز ده تحت اشراف اسيوي بالكامل لوحدها، من غير ما فيش قاره تشرف عليه غير هي. طيب خش على الاسئله اللي عليها الدور، يلا بينا. السؤال الخامس يا ابطال، الاهميه الاقتصاديه لقاره اسيا بسبب ايه يا ابطال؟ هنكتب كده، نختار اللون بتاعنا. ايوه كده، بسبب 1 الموقع الفلكي الذي ادى الى تنوع
كبير في مناخها. وكملها لي، عايز تكملها بقى، الذي ادى لتنوع النباتات الطبيعيه والحيوانات والمحاصيل الزراعيه. ده الموقع الفلكي. 2 والموقع الجغرافي الذي جعلها معبرا رئيسيا لطرق التجاره البريه والبحريه. الكلام ده منذ العصور القديمه، زي طريق ايه يا ابطال؟ الحرير والتوابل. دي الاجابه بتاعتنا يا ابطال. رقم 6 الاهميه الاقتصاديه لموقع قاره اوروبا بقى. عاوز موقع قاره ايه؟ اوروبا. الاهميه الاقتصاديه برضو بسبب 1 الموقع الفلكي الذي ادى الى تنوع برضو مناخها. هي يا مستر؟ ايوه هي اياه. 2 والموقع الجغرافي الذي ادى الى سهولة التواصل الاقتصادي مع باقي قارات العالم. ايوه كده. ده بالنسبة سؤالين بما تفسر. خش على السؤال العاشر. ما النتائج المترتبة على الموقع الفلكي لقارة ايه؟ اسيا، اللي احنا هنكملها بقى. ادى لايه؟ ادى الى تنوع كبير في مناخها. ايوه يا ابطال. وبالتالي تنوع النباتات الطبيعية، ايوه، والمحاصيل الزراعية والحيوانات. كل ده يا ابطال ايوه هي دي الاجابة. الموقع الفلكي لقارة اوروبا سهل قوي. ادى لتنوع مناخها. ادى الى تنوع مناخها. تمام يا ابطال. ده السؤال الثاني. يبقى الموقع الفلكي لاوروبا ادى تنوع مناخها بس. طب يا ابطال. 3 اتساع مساحه قاره اسيا. ما النتائج المترتبه على ذلك؟ هو السؤال غريب شويه بس اجابته سهله قوي. اصبحت اكبر قارات العالم مساحه. الاجابه اصبحت اكبر قارات العالم مساحه. هي دي يا ابطال. بعد كده نخش على السؤال رقم 11. دلل. يلا بينا. بيقول لك لقاره اوروبا اهميه حضاريه كبيره. ليه يا ابطال؟ هنقول حيث قامت بها عده حضارات. ندي امثله. اهم حاجه الامثله يا ابطال. 1 زي الحضاره اليونانيه القديمه، والحضاره الرومانيه برضو القديمه، و3 الحضاره الاوروبيه الحديثه، ودي اللي شهدت الثوره العلميه والصناعيه، وبذكرها لو حبيت برضو. 2 تعد قاره اوروبا شبه جزيره. انت عارف يعني شبه جزيره؟ ايوه، يعني محاطه بالميه من كام جهه؟ من 3 جهات يا مستر. برافو. الاجابه حيث يحيط بها المياه من 3 جهات. قولهم كده. فمن الشمال المحيط القطب الشمالي. برافو. ومن الجنوب البحر المتوسط. 100. ومن الغرب المحيط الاطلنطي يا مستر. برافو يا ابطال. لا 100 ابطال. السؤال ال 12. ما العلاقه بين طريق الحرير والتجاره في قاره اسيا؟ العلاقه يا ابطال هنقول ادى الموقع الجغرافي لقاره اسيا الى جعلها معبرا لطرق التجاره البريه والبحريه. كان منذ العصور القديمه، مثل طريق ايه يا ابطال؟ زي طريق الحرير يا ابطال. يبقى الموقع الجغرافي بالجغرافيا يا ابطال لقاره اسيا جعلها معبرا لطرق التجاره، دي التجاره يا ابطال، البريه والبحريه منذ العصور القديمه. زي طريق ايه يا ابطال؟ زي طريق الحرير. طيب خش على السؤال الاول في الجزء الثاني. هخش على السؤال الاول في الجزء الثاني، بس قبل ما ابدا وحياتك ما تنسى
تعمل اللايك والاشتراك مع مستر محمد سامي حبيبك اللي هيجيب لك كل حاجه وهيشرح لك كلمه كلمه. يلا بقى ما تنساش تعمل لايك والاشتراك. يلا بينا نخش على الجزء الثاني. السؤال الاول، اكمل العبارات الاتيه. اعلى هضبه في العالم، هضبه الايه؟ هضبه التبت يا مستر. برافو اهو هضبه، نظبط بس كده. ايوه نجيب الخط بتاعنا الجميل. ايوه كده هضبه التبت. برافو. بعد كده تعتبر قمه نقط اعلى قمه جبليه يا ابطال في جبال الألب. خلي بالك الألب في اوروبا. على فكره انا ما كنتش هكمل، لا لازم اكمل السؤال للنهايه عشان ممكن انت تكتب ايفرست ودي غلط عشان دي اعلى قمه جبليه في العالم. هو عايز فين؟ في اوروبا. يبقى اكتب مون بلين. مون بلين هي دي عندنا في المنهج يا مستر. ايوه اسمها ايه؟ مون. حرف النون دوت. 3 تقع هضبه الميزيتا في دوله اسبانيا يا مستر. برافو اسبانيا اهو. 4 معظم سطح شمال اوروبا صخور منبسطه تتخللها بعض الايه؟ بعض التلال والهضاب. بعض التلال والايه؟ والهضاب. ايوه معظم سطح اوروبا شمال اوروبا صخور تتخللها بعض التلال والهضاب الايه؟ قليله الارتفاع. من الانهار اللي تجري في غرب اسيا. غرب اسيا نهرين نقط دجله والفرات يا مستر. ايوه كده تهمه الغرب على ايدنا الايه؟ الشمال. يجري نهر امور. نهر ايه؟ امور في سهل منشوريا يا مستر. برافو يا ابطال منشوريا. خش على السؤال الثاني. يلا بينا. السؤال الثاني يا ابطال بيقول لك صح وغلط. احنا مع التصويب اهو. حلو قوي. تعد قمه ايفرست اعلى قمه جبليه في اوروبا؟ لا غلط. امال فين يا ابطال؟ في اسيا. اكتب كده اسيا. 2 تعرف هضبة الديكن باسم سقف العالم؟ غلط برضو. امال هضبة ايه يا ابطال؟ مش الديكن يا مستر، هضبة التبت يا مستر. برافو عشان هي اعلى هضاب العالم بالامارة. 3 يجري نهر يانسي في شمال قارة اسيا؟ ايوه صح في شمال اسيا. 4 تمتد جبال البرانس بين فرنسا والمانيا؟ غلط يا مستر. امال ايه؟ هنشيل المانيا ونكتب اسبانيا. ايوه كده فرنسا واسبانيا. 5 تقع جبال الألب الدينارية في شبه الجزيرة العربية؟ عندنا في شبه الجزيرة العربية؟ غلط خالص. امال فين؟ في شبه جزيرة البلقان يا مستر. في شبه جزيرة البلقان. 6 تقع هضبة فرنسا الوسطى في اسبانيا؟ اذا كان بيقول لي فرنسا الوسطى ده انا مش بفهم حاجة. لو قلت ايه؟ لو قلت صح يبقى غلط طبعا. تقع في فرنسا يا مستر. طب قال لي فرنسا، هي دي عاوزه حاجه سهله يا ابطال. ايوه كده. 7 يجري نهر الدانوب في قاره اوروبا؟ ايوه يا مستر صح. تمام. خش على السؤال. اختر. نرفع كده شويه. ايوه كده ونشوف. اختر الاجابه الصحيحه. تقع هضبه الديكن بدوله ايه؟ الهند يا مستر. تحديدا وهي في الجزء الجنوبي من الهند. برافو. يسود الجزء الجنوبي من قاره اوروبا. الجزء الجنوبي السلاسل الايه؟ الجبليه. فين ايوه ايه؟ اول واحده. برافو يا ابطال. خش على السؤال الثاني في اختر. يلا بينا. السؤال الثاني في اختر. نرفع كده شويه فوق. ايوه كده يلا بينا. توجد في قاره اسيا سلاسل جبليه شاهقه الارتفاع. هي جبال ايه يا ابطال؟ الهيمالايا يا مستر. برافو يا ابطال. 4 اطول انهار اسيا. نهر ايه؟ نهر اليانجتسي. فاكرينه؟ نهر ايه يا مستر؟ نهر اول واحد ده اللي في سهل الصين دوت. نهر اليانجتسي. اطول انهار قاره اوروبا. نهر نقط. نهر الفولجا. تمام. 6 تسمى جبال الألب في شبه جزيرة البلقان باسم ايه يا ابطال؟ باسم جبال الألب الدينارية. ايوه. جبال تفصل بين فرنسا واسبانيا؟ جبال البرانس. جبال البرانس يا مستر. 8 تقع هضبة الميزيتا في دولة اسبانيا. يجري نهر امور في قارة اسيا يا مستر. لا برافو عليكم يا ابطال. 100 100. خش على السؤال الرابع. يلا بينا. السؤال الرابع يا ابطال. تقع هضبة شبه الجزيرة العربية في شرق قارة اسيا؟ غلط يا مستر، في غرب قارة اسيا. هشيل اكتب كده غرب بس. ايوه كده. 2 يجري نهر لينا
في سهول الصين؟ لا. امال في سهول ايه؟ سيبيريا يا مستر. برافو يا ابطال. 3. تتجمد سهول سيبيريا في فصل الصيف؟ لا. فصل ايه؟ الشتاء. تتجمد شتاء. يعد سهل الصين اكبر سهول فيضيه في اوروبا؟ لا مش سهل الصين، ده الصين ده في اسيا. امال ايه؟ السهل الاوروبي العظيم. ايه يا مستر؟ السهل الاوروبي العظيم. تمام. نخش على السؤال الخامس، الخريطه. يلا بينا نبدا باول خريطه مع بعض. بيقول لك امامك خريطه لقاره اسيا، جايب لنا اسيا بس. اكتب مدلول الارقام. 1 جبال. الجبال اللي هنا ما حلتناش غير هي جبال اللي في وسط اسيا، اسمها الهيمالايا. هي الجبال الوحيده اللي جوه اسيا، غير جبال اورال من الجبال دي اللي بتفصل. 2. هضبه. عايز الهضبه اللي فوقيها، دي هضبه التبت يا مستر. برافو. هضبه ايه يا مستر؟ هضبه التبت. 3. عاوز الهضبه اللي في الهند، دي هضبه الدكن. هضبه ايه يا مستر؟ الدكن. 4. عاوز الهضبه اللي هنا اللي في الغرب، اسمها هضبه ايه يا ابطال؟ هضبه شبه الجزيره العربيه. هضبه ايه؟ هضبه شبه الجزيره العربيه. 5. عاوز السهول اللي في الشمال، اسمها سهول ايه؟ سيبيريا يا مستر. برافو. 6. عاوز النهر اللي هنا اللي في سهل دوت، هنقوله سهل منشوريا ده على فكره، نهر امور. ايوه نهر ايه يا مستر؟ نهر امور. 7. 7 فين؟ عاوز 7. نبص على 7. عاوز النهر دوت، ده النهر دوت نهر ينسي. اوعى حد يلخبطك، يبقى تاني ده ينسي. عندك اوب وينسي ولينا، ده اوب وده ينسي وده لينا، هنقوله دلوقتي. 8. فين 8 يا مستر؟ اهو. عاوز بقى النهر الاولاني اوب. نهر ايه يا مستر؟ اوب. 9. عاوز النهر الطويل اللي في اسيا، النهر اللي في الصين، اليان جيت سي. ارحمكم الله، اسمه ايه؟ اليان جيت سي. طيب 10. عاوز النهر ده نهر السند يا مستر. تمام. 12. عاوز السهل دوت، ده سهل منشوريا. اظبط كده. ايوه منشوريا يا مستر. برافو. 13. ده عاوز ارخبيل اللي في الشرق، ده ارخبيل اليابان. ارخبيل يعني ايه ارخبيل يا مستر؟ مجموعه متجاوره من الجزر. مجموعه ايه؟ مجموعه متجاوره من الجزر. طيب خش على السؤال السادس، لسه في تكمله معانا، نكمل التكمله اللي في الجنب دي. 11. عاوز النهرين اللي في الجنب دول، دجله ايوه والفرات. تمام. 14. عاوز النهر اللي هناك دوت، ده نهر لينا. يبقى احنا كده خلصنا الخريطه. يلا بينا نخش على السؤال التاني، السؤال السادس بقى معانا. يلا بينا يا ابطال. بيقول لك برضو امامك خريطه، ما يهمناش احنا قدها وقدود ان شاء الله يا ابطال. 1. نهر. عاوز اطول نهر في اوروبا، ده نهر الفولجا يا مستر. برافو. 2. السهل اللي في النص الكبير ده السهل الاوروبي العظيم، ده اكبر السهول الفيضيه في اوروبا. 3. فين 3؟ عاوز الجبال اللي بين فرنسا واسبانيا، دي جبال البرانس. جبال ايه؟ البرانس. 4. عاوز الهضبه اللي هنا دي هضبه فرنسا الوسطى. هضبه فرنسا الوسطى. 5. عاوز الهضبه دي يا ابطال، دي هضبه الميزيتا اللي في اسبانيا. هضبه ايه؟ الميزيتا. 6. عاوز البحر اللي في جنوب اوروبا، اسم البحر ايه؟ المتوسط. حلوه دي. 7. جبال. عاوز الجبال اللي في النص، دي جبال القلب. جبال ايه؟ القلب يا مستر. ما تعملش نفسك مثقف وتكتب القلب، اسمها جبال القلب. 8. عاوز النهر دوت، النهر ده نهر الدانوب يا مستر. الدانوب. ايوه كده. كده خلصنا السؤال السادس. يلا بينا نخش على السؤال السابع. يلا بينا. السؤال السابع اهو. بيقول لك بقى، بما تفسر اختلاف اتساع السهول الساحليه من منطقه لاخرى. ايه السبب اللي بيخلي السهول الساحليه اوقات ضيقه واوقات ايه؟ واسعه؟ الاجابه سهله قوي يا ابطال. تبعا لاقتراب ايوه او ابتعاد المرتفعات عن المسطحات المائيه.
تبع لاقتراب او ابتعاد المرتفعات عن المسطحات المائيه. يعني ايه يا ابطال؟ يعني المرتفعات قريبه هي ايه؟ هي ضيقه. المرتفعات بعيده هي واسعه، السهول الساحليه واسعه. تمام. 2 اهميه السيل الاوروبي العظيم. السيل الاوروبي العظيم 2 اهميه السيل الاوروبي العظيم. ايه اهميته يا ابطال؟ اهميته بقى ساعد على الاتصال بين اجزاء القاره وتحقيق التنميه الزراعيه. دي اهميه السيل الاوروبي العظيم، ساعد على الاتصال وسهوله الاتصال بين اجزاء القاره وتحقيق التنميه الزراعيه. السؤال الثامن، ايه اللي يترتب على الارتفاع الكبير لهضبه التبت؟ اصبح يطلق عليها سقف العالم، مسمينها سقف العالم. سموها ايه؟ سقف العالم. امتداد السهول الفيضيه في اوروبا، نفس الاجابه، هنقول اللي ساعدت على سهوله الاتصال بين اجزاء القاره وتحقيق التنميه الزراعيه. تمام يا ابطال. السؤال الثالث مهم قوي، كثره تعريج السهول الساحليه في قاره اوروبا سهله، ساعدت على انشاء العديد من الموانئ الطبيعيه. ساعدت يا ابطال على ايه؟ انشاء العديد من الموانئ الطبيعيه. خش على السؤال التاسع، يلا بينا. السؤال التاسع بيقول لك دلل على صحة العبارات الآتية. تتنوع مظاهر السطح في قارتي آسيا وأوروبا. ليه بتتنوع مظاهر السطح يا أبطال؟ سهل قوي، هتقول آسيا الأول، هتقول آسيا تشغل الجبال والهضاب أكثر من نصف مساحتها. أدي كده آسيا تشغل الجبال والهضاب أكثر من نصف، دي تشغل، أيوة يا أبطال. أما بقى أوروبا نقسمها نصين. الجزء الشمالي توجد فيه يا أبطال السهول المنبسطة، والجزء الجنوبي توجد فيه السلاسل الجبلية. يبقى احنا نقسمها كده، عشان كده تتنوع مظاهر السطح في قارتي آسيا وأوروبا، عشان الجبال والهضاب بتشغل أكتر من نص مساحتها، وأوروبا متقسمة نصين، نص اللي فوق في السهول المنبسطة والنص اللي تحت في السلاسل الجبلية. طيب 2 تمتلك آسيا أعلى الجبال وأعلى الهضاب. سهلة، الدليل حيث يوجد بها أعلى جبال العالم وهي الهيمالايا، وبها أعلى قمة جبلية برضو في العالم اللي هي إيفرست، وأيضا بها أعلى هضاب العالم وهي هضبة التبت اللي مسمينها سقف الايه؟ العالم. رقم 3 تختلف مسميات جبال الألب في قارة أوروبا من دولة لأخرى. سهلة يا أبطال، حيث تعرف باسم جبال البرانس بين فرنسا وأسبانيا، وتعرف باسم جبال الألب الدينارية فين يا أبطال؟ في شبه جزيرة البلقان. تمام يا أبطال. خش على السؤال الرابع، لاتساع السهول الفيضية في أوروبا أهمية كبيرة. هنقول أهميتها حيث ساعدت على سهولة الاتصال بين أجزاء القارة وتحقيق التنمية الزراعية. تمام يا أبطال. 5 سؤال مهم، تواجه السهول الساحلية في آسيا وأوروبا عدة تهديدات. أول تهديد معانا رقم 1 التغيرات المناخية يا مستر، برافو. 2 التلوث يا مستر. 3 الاستغلال، دي الاستغلال يا أبطال المفرط، دي هي ادي كده
اللي هي التهديدات اللي بتواجه السدود ايه الساحليه. خش على السؤال العاشر. جايب لنا جدول هنقارن بقى، نقارن احنا قدها وقدود يا ابطال. يلا بينا. بيقول لك قارن بين اسيا واوروبا من حيث اهم الجبال واهم الهضاب واهم الانهار. هنذكر الجبال والكلام دوت. اهم الجبال في اسيا عندنا جبال الهيمالايا. طيب اوروبا عندنا جبال الألب، وجبال الألب دي لها مسميات تانية اسمها التانية بقى البرانس، جبال البرانس وجبال الألب الدينارية. كده خلصنا الجبال، قلنا الجبال اللي في اسيا، قلنا الجبال اللي في اوروبا. اهم الهضاب عندنا في اسيا هضبة التبت، ايوه نقول اساميهم بس، وهضبة الدكن، وهضبة شبه الجزيرة العربية. برافو يا ابطال. اما اوروبا عندها هضبتين، هضبة الميزيتا وهضبة فرنسا الوسطى يا ابطال. اهم الانهار، اذكر اي انهار براحتك. عندنا نهر اوب وينسي ولينا، وعندنا نهر امور ونهر اليانجتسي، وعندنا نهر السند، وعندنا نهرين دجلة والفرات. اما اوروبا عندها نهر الفولجا وده اطول انهارها، وعندها نهر الدانوب. نهر الدانوب يا مستر، برافو. رايحين يا ابطال على اسئله القمه في كتاب الاضواء الدرس الاول، ولا يهمنا قمه ولا يهمنا قاع، يلا احنا قدها. بيقول لك اختر الاجابه الصحيحه. اذا اختفت جبال اورال تماما من فوق سطح الارض فان ذلك سيؤدي مباشره الى ايه يا ابطال؟ طبعا يا مستر الى اتصال يابس قارتي اسيا واوروبا، هيتصلوا ببعض عشان دي بتفصل بين اسيا واوروبا. تمام يا ابطال. من اوجه الشبه بين بحر تيمور والبحر الاحمر انهما ايه يا ابطال؟ في الاختيارات دي يا ابطال انهما يفصلان بين قارتين. يعني تيمور ده بيفصل اسيا عن استراليا، والبحر الاحمر بتفصل اسيا عن افريقيا. 3. تخرج دولة اسبانيا من النطاق الساحلي لغرب اوروبا نتيجة ايه يا ابطال؟ نتيجة سيادة الطابع الهضبي. عندها هضبة اسمها هضبة ايه؟ هضبة الميزيتا. برافو. كمل مع بعض. السؤال الرابع بيقول لك بقى يمتد اقصى شرق قارة اسيا الى نحو 10 درجات طولية، واخده حتة كده في اليمة التانية في النص الكرة الايه؟ الغربي يا مستر. ايوه الغربي. 5. يتشابه كل من نهر اليانجتسي ونهر الفولجا في تصدرهما المرتبة الاولى من حيث ايه يا ابطال؟ الطول. الاتنين اطول انهار القارة، سواء نهر اليانجتسي اللي في اسيا ولا نهر الايه الفولجا اللي في اوروبا. 6. يختفي المظهر الهضبي في قارة اسيا فين يا ابطال؟ في الشمال يا مستر، عشان كل ده فيه هضاب. الوسط هضبة التبت، الجنوب هضبة الدكن، الغرب هضبة شبه الجزيرة العربية، الشمال ما فيش يا مستر. القاسم التضاريس المشترك بين الساحل الشرقي لقارة اسيا والساحل الغربي لقارة اوروبا يتمثل في ايه يا ابطال؟ كثرة الجزر المتناثرة، عندها جزر، في جزر كتير. ماشي يا ابطال. 8. يعد طريق الحرير دليلا على اهمية اسيا من الناحية الايه؟ الاقتصادية يا مستر. برافو. خش على السؤال التاسع. السؤال التاسع يا ابطال بيقول لك المضيق الذي يعد منطقة استراتيجية لاسيا واوروبا. طبعا مضيق البسفور يا مستر، دي سهلة دي. اي الانهار التاليه ينطبق عليه مفهوم المصبات المائيه المغلقه في قاره اوروبا؟ نهر ايه؟ نهر الفولجا، لانه بيصب في بحر قزوين وده بحر مغلق. ده اسئله تميز وقمه وكده. السؤال الثاني اجب عما ياتي. ماذا يحدث اذا انتمت الجزر الاندونيسيه لقاره استراليا؟ ايه اللي هيحصل؟ الاجابه سوف تقع اسيا باكملها في النصف الكرة الشمالي، لانها بتقع في النص الجنوبي بسبب الجزر دي. حته منها كده في نص الجنوب، حته كده صغيره، بس هي معظمها في الشمالي. فلو الجزر دي مشيت من عندها وانتمت لاستراليا هتصبح اسيا باكملها في نص الكرة الشمالي. 2. دلل على صدق العبارة الآتية.
تتقاسم قارتي اسيا واوروبا للاشراف على بعض المسطحات المائيه؟ ايوه يا مستر، حيث بيشرفوا على البحر الايه المتوسط الاثنين والبحر الاسود الاثنين بيشرفوا على البحرين دولت، فبيتقاسموا مع بعض الاشراف على بعض المسطحات المائيه. وبكده يا ابطال خلصنا اسئله الدرس الاول من كتاب الاضواء. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل ليا اللايك والاشتراك مع ابطال مستر محمد سامي. يلا بينا، انا مستنيكم يا ابطال، يلا بينا.